بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، من سورة الأحزاب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيقول له الكلام ده لأنه الأوامر صدرت للرسول بأنه يقول لسيدنا زيد أنه هو ينفصل ويطلق مراته، لأن ربنا قال له إن هو اللي هيجوزها بعد كده، عشان يوضح الحكم بتاع إنه لو حد خلى يبقى متبني بني آدم يقدر إن هو يتجوز مراته لما يطلقها، مش زي الأول. يعني هو مش ابنه ولا حاجة، هو شخص اتبناه وبس. بس ده يصلح لينا احنا كمان. يعني ده النصيحة دي من ربنا سبحانه وتعالى تصلح لينا برضو. وتخشى الناس، البني ادمين اللي هم دايما عندهم رياء ودايما بيعملوا اي حاجة قدام الناس علشان يبقوا مشهورين، يحبوهم ايا كان. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني احنا لازم نعمل حساب لربنا مش للبني آدمين التانيين، لأن ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي هيخلينا، إذا كنا يعني عايزين شهرة أو مجد أو whatever، هيخلينا ناخد الحاجات دي أو ما ناخدهاش، لأنه هو أعلم بنيتنا. والله أعلم. ربنا يهدينا جميعا.